ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن تنظيم الاجنده بتاعتي. انا اشتريت الاجنده دي من سمير وعلي. زي ما انتوا شايفين، حلوه قوي، عجبتني قوي صراحه يعني. شكلها جميل قوي ومودرن كده، مش الحاجات الكلاسيكيه اللي هي الاجندات اللي هي القديمه دي بتاعت ابهاتنا يعني. زي ما انتوا شايفين بسلك، فده بيسهل قوي ان انا احرك فيها الورق بسهوله. شايفين الورق بيتحرك بسهولة قوي، غير الاجندات التانية اللي هي الورق بتاعها بيتحرك بصعوبة جدا. دي انا كنت جايباها ب40 جنيه من سمير وعلي. في اشكال كتير والوان كتير، بس انا عجبني الشكل دوت لان هو مودرن وشكله حلو ورقيق كده، مش اوفر يعني. دي ستيكرز جبتها من سمير وعلي، كانت ب2 جنيه تقريبا، حاجة هبل يعني، بس بجد حلوة جدا. ايه اللي عجبني بقى في الاجنده دي؟ اول حاجه ان هم هنا كاتبين الويب سايتس اللي هي الموست جنرال يعني. كاتبين حاجات على الترافلينج لو اي حد عايز يسافر، حاجات عن الاوتيلات وحاجات من اماكن الشوبينج والبنوك. كاتبين الاجازات. دايما يعني ركزي كل في اول السنه انك تعرفي الاجازات الرسميه ايام ايه، بحيث ان انت مثلا لو عايزه تصيفي في مكان او عايزه تسافري بره، ممكن تحجزي في الايام ديت وتزودي عليهم يوم او قبليهم يومين، يبقى انت عارفه من اول السنه انت هتسافري امتى او هتعملي ايه. فده مهم جدا ان انت تبقي عارفه ايه هي الاجازات. بعد كده هم كاتبين هنا البنوك، الاوتيلات كلها، الخطوط الطيران والسفارات والمصالح الحكوميه، حتى الفود ديليفري. عجبني قوي صراحه موضوع الفود ديليفري ده. يعني كاتبين الطازج وشقرة وتشيكن تكة كوكدور بيتزا هات والصيدليات واليونيفرسيتيز. فانت بتعرفيش انت ممكن في اي وقت ان انت تحتاجي الحاجات الحكومية. هي في الاخر خالص ده المانثلي بلانر. عاملين مقسمين كده الشهور بالعرض، بحيث ان انتي سي مثلا في شهر واحد انا مثلا كنت عايزه جونسون اويل او عايزه روج او عايزه فاونديشن مثلا، فبتكتبي الحاجات اللي انتي عايزه تشتريها الشهر دوت. ولما فده بيفكرك بالحاجات اللي انتي محتاجاها، لان انتي ممكن في حاجات بتبقي محتاجاها في ساعتها وبعد كده بتنسيها ومش بتبقي فاكره انتي عايزه ايه. فدي حلوه جدا. وبرده في نفس الوقت انا كاتبه الحاجات دي هنا، وفي اخر اليوم بنقلها على النوتس عندي على التاب، بحيث ان انا لما اكون بره تبقى الحاجات دي معايا على التابلت. انا بعمل ايه بالاجنده دي؟ كل الدكاتره النفسيين على فكره قالوا ان احنا لازم نكتب مذكراتنا. انتي لو متضايقه في يوم ولو مش قادره تحكي لحد، او انتي عايزه تكتبي حاجه كده بينك وبين نفسك، بمنتهى البساطه لو انتي عندك الاجنده بتاعتك بتكتبي اللي انتي عايزاه، هتطلعي الشحنه السلبيه او الطاقه السلبيه اللي جواكي، وفي نفس الوقت هتبقي مبسوطه وهتحسي بعديها ان انتي مرتاحه يعني. ايه اللي انا عاملاه دوت؟ انا جبت من، شايفين الحاجات الحلوه دي؟ انا هوريكم يوم عيد ميلادي عشان تعرفوا ايه انا بعرف ازاي. يعني انا عامله دي للهابي مومنتس او الهابي نوتس يعني. اجيب لكم يوم عيد ميلادي اهو. زي ما انتم شايفين ده مثلا يوم عيد ميلادي، مثلا انا خرجت مثلا او جات لي هدايا او عملت عيد ميلادي، فدي انا جبت ستيكي نوت لزقتها زي ما انتم شايفين بالجلو ده. انا كل الحاجات جايباها من سمير وعلي. الجلو دوت. برضو دي نوتس جبتها برضو من سمير وعلي، ودي ستيكرز لزقتها. تمام. انا كل يوم انا يعني مش بحب اكتب كتير، فانا جايبه اللي هو الحجم الصغير دوت، بحيث ان انا كل يوم اكتب عملت ايه في خلال اليوم، ايه حصل ايه مثلا. عملت عزومه، خرجت مع صحابي، الحاجات اللي هي الحلوه اللي في حياتك يعني. بحيث ان انت لو متضايقه في اي يوم بتقومي دي هي زي ما انتم شايفين اللي هي اللي كانت جوه الستيكي مومز دي اهي، بفتح عليها على طول، ببقى عارفه ان ايه الحاجات اللي محطوط فيها الستيكي نوز دي، اللي هي كانت ايام حلوه وكانت ذكريات حلوه. بمجرد ان انت تفتحيها وتقريها هتتبسطي. لو انت متضايقه من حاجه هتلاقي نفسك مبسوطه وهتعملك ريفرشمنت. ايه هي بقى الحاجات اللي انا استخدمتها في الموضوع دوت؟ اول حاجه انا استخدمت ستيكي نوت. تمام. هوريها لكم. ادي هي الستيكي نوت دي من سمير وعلي، انا كنت جايباها تقريبا ب9 جنيه. ايه هي فايده الستيكي نوت دي؟ بيبقى فيها لزق في الاخر، فيها طبعا منها اشكال كتير والوان كتير. ايه هي لازمتها؟ سي مثلا ان انت عايزه تجيبي حاجه الفلانيه في اليوم دوت، او عندك ميتنج مهم، او انت بتعملي بريباريشن لاي بلاننج في حياتك، مثلا عايزه تجيبي هدوم معينه او عايزه تظبطي اي حاجه، فبتكتبي نوتس كده صغنطوطه هنا اهوت. سي مثلا جه اليوم دوت وما حصلش الحاجه دي، فبمنتهى البساطه هتقومي شايلاها، اتاجلت مثلا ليوم تاني، تقومي حطاها في اليوم دوت. انا الاجنده دي دايما بتبقى جنبي بالليل قبل ما انام،
فقبل يعني في اليوم دوت بعد كده هتقفلي الاجنده، فهتبقي عارفه ان اليوم دوت انت في حاجه ما عملتيهاش، مجرد ان انت هتفتحيها حتى لو نسيتي، مجرد ان انت ما هتقري النوت دي هتفتكري على طول. الكلام دوت برضو ممكن يتعمل على الموبايل. انا منزله حاجات على الموبايل كابليكيشنز، بس انا مخليه الحاجات اللي على الموبايل بتاعتي لحاجات الشوبينج اكتر وللبلاننج بتاع شغلي، يعني مثلا اجازاتي، حضوري، الحاجات دي. لكن الاجنده هنا انا صراحه بحب اكتب فيها النوتس بتاعتي الهابي مومنتس، يعني انا مستخدماها كهابي مومنتس اكتر منها كاجنده. بكتب فيها كل يوم اشتريت ايه مثلا، جبت ايه، عملت ايه، كان يوم حلو كان يوم مش حلو، يعني كده ايه. يعني مثلا هنا يوم كلت فيه رنجة، انت كاتبه دي رنجة، ده كان يوم مميز بالنسبه لي، يوم عيد ميلادي مثلا، يوم عملت فيه شوبينج. فبيبقى ايه حاجه كده بتبقى بتفكرك، نوت صغيره بتفكرك بالحاجات الحلوه اللي انت عملتيها. وفي نفس الوقت هتفرق معاكي جدا ان تبقى حاجه شكلها جميل كده. انا عجبني جدا صراحه. بعد كده هوريكم دي تاني حاجه انا استخدمتها، اللي هي الورق ده زي ما انتم شايفين، الوانه حلوه جدا، حلو قوي قوي قوي. وفي منه ستيكي نوت نفس الاشكال دي، ممكن تستخدميها يعني بالذات البنات اللي هي مثلا دكاتره مثلا او في الكليات او بتذاكري. لو انت عايزه تحطي نوت في الكتاب بتاعك ممكن تجيبي الستيكي نوت اللي هي الحجم دوت او الحجم الاصغر وتحطيها على الصفحات المهمه، مثلا لو انت في كتاب بتقريه مهم مثلا او حاجات مهمه، بحيث ان انت يبقى سهل ان انت تلاقيها، بدل ما تقعدي تتني في الورق بقى وتقعدي ايه تبوظي حاجتك يعني. فدي حلوه جدا وكنت جايباها ب 11 جنيه تقريبا. فحلوه جدا جدا والوانها جميله، وزي ما انتم شايفين هي ايه مش هتضيع وشكلها حلو وهي محطوطه على المكتب، زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا. وانا جبت الجلو دوت علشان الزق بيه، يعني انا بجيب الورقه وبلزقها بالجلو وبحطها هنا زي ما انتم شايفين كده، بلزق الورق الصغير والورق الكبير دوت وبكتب فيه اللي انا عايزاه. الحاجة اللي بعد كده اللي انا جبتها هي الستيكرز دوت علشان ازين بيه شكل صفحتي، علشان احس بريفرشمنت، يعني لو يوم حلو بقعد احط ستيكرز كتير. دي ستيكرز انا شايفين حلوين جدا، اشكال كده فيسز حلوة قوي، عجبتني قوي قوي، فظيعة. يعني انا اصلا لما كنت بذاكر كنت بجيب الحاجات دي واحط الستيكي نوت في الكتاب وانا بذاكر مبقاش زهقانه مبقاش مخنوقه كده، بمجرد ان انا بشوف الستيكي نوت واكتب مثلا عليها انا هنجح ان شاء الله واقوم حاطه الستيكرز ده، بحس بتفاؤل رهيب. دي الستيكرز دي جبتها برضو من سمير وعلي، هقول لكم هي بكام بالظبط عشان ايه. دي الستيكرز دي انا كنت جايباها ب2 جنيه ونص، كل دول ب2 جنيه ونص، فحلوه جدا. والماتيريال بتاعتها نضيفه قوي وشكلها جميل، حلوه جدا جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده انا جبتها من سمير علي، انا جبت الاقلام دي. دي اقلام جل ملونه علشان الون بيها ارسم اشكال او اكتب فيها جوه عشان يبقى شكل الصفحه كده حلو. دي انا جبتها بكام، جبتها ب6 جنيه، حلوين مش وحشين يعني. والوانهم حلوه وبيغيروا شكل الصفحه، يعني انا هوريكم انا عامله بيهم، بيدوا فرق يعني حلو قوي للايه للصفحات، بيبقى الايه شكل الايه القلم ايه حلو قوي يعني. تمام. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين هوريها لكم تاني، بس حلوه قوي الستيكي نوت ازاي. عايزه مثلا اليوم دوت اقوم مطلعاه، حلوه جدا. وبجد يا جماعه نظموا الاجنده دي هتحسوا بفرق رهيب. الحاجه اللي بعد كده اللي انا اشتريتها من سمير وعلي للتنظيم برضو، انا اشتريت النوت دي. النوت دي انا اشتريتها علشان الشنطه دي، انا باخدها معايا دايما في الشنطه. طبعا انا لا غنى، انا في الكتاب بتاعي كاتبه كل حاجه انا محتاجاها، بس انا بحب الورقه والقلم صراحه، يعني انا دايما بيبقى في قلم معايا في الشنطه يبقى معايا النوت دي. ايه لازمتها بقى؟ انا النوت دي مثلا مثلا عايزه اعمل اكله معينه، فانا بالليل قبل ما انام بكتب كده بيني وبين نفسي كاني بتسلى يعني. بقى بكتب مثلا مكرونه بشاميل ودي المكونات بتاعتها، بعلم علامه صح على الحاجات الموجوده، والحاجات اللي مش موجوده بنزل السوبر ماركت وباخد معايا النوت ديت وبطلع وبشتري الحاجات ايه بالظبط، بحيث ان انا منساش حاجه وما اجيبش حاجه زياده يعني في نفس الوقت. وفي نفس الوقت تبقى الحاجات موجوده ايه موجوده قدامي. وبالنسبه برضو للايه للشوبينج بتاعي، يعني مثلا عايزه ميك اب او عايزه غسول او عايزه اي حاجه، بقوم برضو عامله نفس الحاجات كاتباها بالتفاصيل. يعني هوريها لكم هنا مثلا زي ما هي كده شايفين كده، كاتبه هنا منتجات مثلا عايزه مقشر، عايزه معجون، عايزه قوط، دي الحاجات مثلا هي ناقصه عندي. تمام. تبقى قدامي وايه انا اي حاجه بفتكرها ايه بقوم كاتباها كده على طول بسرعه بالقلم في النوت دي. بعد كده ممكن لو انتي فاضيه عادي، انا ممكن ساعات بنقلها على التاب بتاعي وبعملها ميمو، بحيث ان هي كل فتره تديني كده الارم ان انا ممكن انسى ان انا اجيب الحاجه دي.
نصيحة، لازم النوت دي تبقى موجودة في شنطة كل بنت، علشان لو انتي في اي وقت عندك حاجة ناقصة، عايزة تجيبي مثلا حاجة شرب مثلا، عايزة تجيبي عقد، عايزة تجيبي اكل، عايزة تجيبي اي حاجة انتي نفسك فيها، اي حاجة ناقصاكي هتكتبيها في النوت دي. وعلى فكرة بصوا شكلها جميل وما بتاخدش مكان ومحكمة، هي حلوة جدا وكانت عجباني، كانت ب8 جنيه ونص تقريبا، جبتها برضه من سمير وعلي. بس كده انا كده خلصت الفيديو بتاعي. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هعمل لكم ايه هي الابلكيشنز الموجوده في موبايلي، لان في ناس كتير طلبتها مني، وازاي تنظموا وقتكم كويس قوي. لان الاجنده هنا زي ما انتم شايفين ان انا مش مستخدماها للتنظيم قد ما انا مستخدماها كهابي مومنتس. يعني دي حاجه ليا بحيث ان انا اخر السنه لما اجي افتحها كده افتكر اللحظات الحلوه اللي حصلت في خلال السنه، واحس كده في نفس الوقت ايه بريفرشمنت، يعني قاعده بتفرج ايه على النوتس دي، الحاجات الحلوه اللي حصلت لي يعني. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم اعملي لايك وسبسكرايب على القناه، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هقول لكم على حاجات كتيره جدا مفيده. بس يا بنات معلش طولت عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي، اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.